السلام عليكم. تعادل النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي 1-1 كلاسيكو البطولة. قبل كل شيء الحمد لله يا ربي اللي النادي الافريقي ما لعبتش اليوم ولا غدوة فوت، سينو البارح باسكيت واليوم هوند الفضيحة اللي في الدربي معناها رينا الناس الكل، وغدوة معناها في الفوت. استرنا ربي تأجل اللقاء مع باجة في الاسبوع القادم. خلينا مع مباراة الكلاسيكو بين السي اس اس والليتوال، واللي رينا فيها كل شيء، رينا فيها كرة قدم، رينا فيها تقطعات، رينا فيها احترازات، رينا فيها بيلنتيات، رينا فيها تضييع، رينا فيها حراس، رينا فيها تزليط نتاع حراس، بريسك رينا فيها كل شيء. المباراة وال 97 دقيقة كاملة كان معناها التقدم للنجم الرياضي الساحلي، ومن بعد صار التعادل للنادي الرياضي الصفاقسي 1-1 عن طريق مخالفة جميلة من حسين علي، او معناها وعلي جمل كالعادة معناها تربث 1-1 تخلي النادي الرياضي الصفاقسي يوصل للنقطة 11. ومنطقيا وحسابيا ومعنويا اللي باش تحب انت نورمالمون السي اس اس بعد على المنافسه على البطوله، لكن هذا ما يمنعش اللي راه النادي الرياضي الصفاقسي في مرحله البلاي اوف ما خسرت حتى مباراه على ارضيه الميدان الا المباراه الاولى اللي كانت ضد النجم الرياضي الساحلي في سوسه 1-0، وجزائيا خسر ضد اتحاد بن قردان 2-0. سينو راهي المباريات الكل يا تعادل يا تربح، لكن 11 نقطة من جملة الحكايات هذه الكل، من جملة المباريات اللي تتعادل فيها وتفوز فيها النادي الرياضي الصفاقسي قاعد معناها يتعادل برشا ويخسر في برشا زوز نقاط في كل مباراة، الشيء اللي يخليه معناها ب 11 نقطة بعد براتيكمون على البطولة. بينما النجم الرياضي الساحلي تنقل آخر من بعد التنقل ضد الأولمبي الباجي في باجة والتعادل غديكا وخسر زوز نقاط. اليوم كيف بالنسبة لي خسارة الزوز نقاط، لكن هذا ما يمنعش اللي النادي الرياضي الصفاقسي خاصة في الشوط الثاني كان أخطر بطبيعة، ضيع بيلانتي وكان هو المسيطر الأكثر على المباراة. لكن في المجمل نحكيه في المجمل النجم الرياضي الساحلي بشوية بدا عنده فويت نتاع نقاط، راهو 20 نقطة في المرتبة الأولى. ما تنساش اللي من بعدك اللي هو النادي الافريقي عنده 15 نقطة باش يلعب ضد باجة، ما تعرفش على الكلوب راهي جمعيتي ونعرفها، عادي جدا تخسر 2 وعادي جدا تربح 2، كان تربح تولي 18 نقطة. كيف الترجي التونسي عنده مباراة ضد اتحاد بن قردان في رادس، وركز لي على رادس وحط تحتها زوز اسطورة الخاطر الترجي التونسي والا بن قردان راهي ماهيش في بن قردان اللعبة تكون فريق سهل وفريق نجم تربح، ولكن في بن قردان وقتها يكون فريق معناها صعيب بالطبيعة، ونتصور معناها 3 نقاط ماشي اكثر للترجي التونسي. دونك باش تولي عندها 17 نقطة، باش يولي معناها 20 18 17، هذه معناها الكورس اللي باش تكون في اعلى الترتيب نتاع البطوله. دونك لهنا النجم الرياضي الساحلي صحيح المباراه القادمه باش تكون ضد اتحاد تطاوين، لكن اللي من بعدها باش تلعب ضد الترجي التونسي ومن بعدها ضد النادي الافريقي. دونك بانك يكون الديفيرينس تقل 3 و4 نقاط بينك وبين زوز 3 خصوم، معناها البطوله عادت من اول وجديد وما زالت المنافسه بطبيعه الحال كما حكيت. بالنسبه لي 3 فرق باش تنافس الاخر المباريات اللي هما النجم الرياضي الساحلي الترجي والنادي الافريقي، براتيكمون الفرق الاخرين باش يبعدوا بشويه على غرار النادي الرياضي الصفاقسي اللي ان شاء الله يحافظوا على حسام البدري اللي بالرسمي بدا يصنع في اوتوماتيزم في السي اس اس. رينا حتى مع دخول حسين علي بالنسبه للترابلسي التري معناها ما عجبنيش في وسط الميدان، صحيح عنده تدخلات عنيفه باش يربح شويه لوديال مع جاكنبي خاصه، لكن يعمل في برشا تمريرات خاطئه. بالنسبه للظهير الايسر الحمروني بسم الله ما شاء الله عليه مشروع ظهير ايسر بالرسمي ينجم ياخذ حتى بلاصه والا تتم تجربته في المنتخب الوطني التونسي. عنده وكل القوه كما نقولوا كيفاش القوه الانفجاريه اللي مش موجوده في بعض الملاعبين، ملاعبي رابيد يعمل لك يعني الاكسيليراسيون، عنده حتى الكونديت بال رابيد برشا. دونك ظهير ايسر بالنسبه لي عصري، ناقص شويه معناها تروشيك تكتيكمون، والخدمه هذيك ان شاء الله تتخدم خاصه مع حسام البدري في قادم المواعيد. دونك كما حكيت النادي الرياضي الصفاقسي عنده فريق محترم، عنده ملاعبيه ما همش اقوى حاجه، لكن بالنسبه لي المدرب اللي اللمسه نتاعو بدات واضحه، بشويه الكره تخرج نظيفه، عنده شويه تغييرات معروفه خاصه معناه انه يسرع اللعب في اخر 30 و40 متر، مازال ناقص شويه المعارضات الهجوميه خاصه من الظهير الايمن والظهير الايسر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي كما حكيت الحمروني اللي ممكن يكون اقوى دفاعيا من اللي معناه باش يساند اكثر الهجوم. ما زالت شويه تروشيكات تكتيكيه بالنسبه لحسام البدري كما قال هو ما زلنا نصلحه، لكن بالمقابل بالنسبه لفوزي البنزرتي وقت اللي باش تلعب العبدلي وتلعب مع الشماخي بريسك باش تلعب ب 4-4
2 جاتك الفرص، معناها سجلت الهدف الاولاني ومن بعد ما نجمتش تستحفظ على النتيجه، والا اخترت برشا انك تحاول تدافع على التالي وتستحفظ على الوحده. بلاش مع سي اس اس بالطبيعه في الطيب المهيري مع التغييرات اللي قام بها حسام البدري، سي اس اس خذت اكثر الكره، وقتها كان معناها على النجم الرياضي الساحلي انها تلعب الكونتر اتاك، والا كان من المحبذ انه ما يبداش باثنين العبدلي والشماخي، يخلي واحد منهم للدوزيام ميتون وقت اللي باش يلعب على الكونتر اتاك. ممكن لهنا فوزي البنزرتي بالخبره نتاع فوزي البنزرتي ما قراش المباراه ولا يفلت حتى فوزي البنزرتي تكتيكمون في اخر السنوات. دونك بالنسبه لي تعادل 1-1 لا يرضي النجم الرياضي الساحلي ولا يرضي النادي الرياضي الصفاقسي، ما يرضيش النجم الرياضي الساحلي لخاطر كان متقدم في النتيجه وكان يراه في 3 نقاط، وكان يراه اللي هو باش يوصل للنقطه 22 وباش يبعد اكثر على المنافسين. وبالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي اللي جاته بيلانتي وضيعها وعدل النتيجه، وكان معناه يراه اللي هو قريب برشا ل3 نقاط، وكان معناها في مخه اللي هو باش يمشي للنقطه 13 ومن بعد بشويه بشويه يحاول يجاري المباريات القادمه، وكاكا ممكن يمشي اكثر للمنافسه خاصه على بلاصه في الافريق. دونك كيما ريت المباراه والا كيما رينا المباراه اليوم ما كانش فيها برشا كوره، اللعبه الكل تحصرت في وسط الميدان. بالنسبه لي التغييرات اللي عملها حسام البدري عطات الاكل نتاعها، كما حكيت الطرابلسي للقوه في وسط الميدان في عوض الهمامي اللي ما قدم حتى شيء بالنسبه لي، كان ضايع في المباراه. كيف الدخول نتاع حسين علي اللي الملاعب هذا اللي ما عناش في الملاعبيه التوانسه نتاعنا في البطوله، الملاعب اللي يمشي ياخذ الكره من المدافعين ما يخافش، معناها ما فماش علاش باش تخاف تلعب في كره قدم برا خويا، خذ الكره واصنع ماك مليو تيرا. كما راني نحكي على معناه متوسطي الميدان نتاع الفرق الكل اللي عندنا في تونس، ممكن شويه محمد علي بن رمضان، لكن بقيه متوسطي الميدان ديما يتخبى ما عينوش باش ياخذ الريسك. الشيء هذا اللي ريناه عند حسين علي، يمشي وياخذ الكره وحرك من وقتها السي اس اس. هذاك علاش السي اس اس مشات اكثر الهجوم وجات البيلانتي وجاء الهدف نتاع التعادل، وكانت نجم حتى تمشي للهدف الثاني، لكن النجم الرياضي الساحلي بالخبره خاصه ولات معناها ما انا نعرف البطوله تحب توفي واحد توفيه في الواحد بلاش لنا برشا تقطعات، الملعبيه تطيح يمين ويسار. الشيء هذا ماذا بينا مع الشفوف البطوله التونسيه. انت فريق باش تهز البطوله تلعب على البطوله، العب الكوره للكوره، وانت كفريق معناها تحب تعدل هذا حق من حقوقك. كيف وقت اللي باش تعدل والا باش تسجل الهدف الثاني، نحكي جينيرال مورا ومش على المباراه هذه بالذات. خويا يلعب الكوره يزي من تياح وكذا، ونورمالمون الاربيتراج ياخذ الحق نتاعو والقدر نتاعو، والفار كيف يزينا من الاحتجاجات. خلينا نراو شويه كوره في بعض المباريات هذوما، راهو نحن ماذا بينا وبطبيعتنا نستناو في مرحله البلاي اوف باش نشيخوا شويه كوره، مش باش نشيخوا احتجاجات ويجيب 3 نقاط كيما يجي. وهذاك الشيء اللي قاعدين نراو فيه توا في البطوله التونسيه. دونك حظ وفير والا حظ اوفر للنجم الرياضي الساحلي وللنادي الرياضي الصفاقسي. نقطة كما حكيت ما ترضي لهذا 20 نقطة بالنسبة للنجم تخليه مازال في الصدارة، لكن الناس الكل تستنى في العثرات نتاعو، قاعد كما حكيت عنده فويت نتاع نقاط والناس باش تقرب له. وبالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كان معناه قريب برشا بشوي يقرب للكوكبة نتاع الصدارة ب 13 نقطة، لكن تعادل هذا يخليه ب 11 نقطة. كما حكيت النادي الرياضي الصفاقسي راه خسر خسارة بركة على الميدان ضد النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش. دونك الفريق هذا اللي براتيكمون النجم الرياضي الساحلي في اخر السنوات كيما معناها حكى هيكل الصغير في التعليق، قال اللي 21 مباراة انتهت بفوز النادي الرياضي الصفاقسي، 21 مباراة انتهت بفوز النجم الرياضي الساحلي. يحكي معناها في الطيب الميري باش تعرف اللي النجم الرياضي الساحلي بشوي راه بدا يمثل في عقدة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي في الطيب الميري. دونك كيما حكيت تعادل ما يرضي حتى طرف، تعادل يخلينا نشوفوا اكثر منافسه خاصه على البطوله الفوق، ونشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي كيفاش باش يتعامل مع المباريات القادمه. هكا وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، ما بقى لي كنقول لكم نترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.